ما تخلّيش حد يسوّحك يا معلم ويقول لك إن الدوري راح في سكة فلان أو سكة عِلّان، الدوري لسه في الملعب ولسه كل الفرق بتنافس عليه وخصوصًا ال4 الأوائل في جدول ترتيب الدوري. طبعًا بعد تعادل النادي الأهلي مع البنك الأهلي، بيراميدز بيقدّم هدية تانية للنادي الأهلي بعد الهدية الأولانية وتعادله أمام الجونة، بيقدّم له هدية مرّة تانية وبيخسر من سموحة بنتيجة 2-1 والزمالك بيكسب كهرباء الإسماعيلية بخماسية، عشان نادي الزمالك يدخل في المنافسة مرّة تانية ويبقى في المركز التاني في مفاجأة بيقدّمها فريق نادي الزمالك الموسم ده. نادي الزمالك رغم كل ظروفه ورغم كل مشاكله من ايقافات قيد لبيع لعيبه للارض لمجالس الاداره لتغيير مدربين لكل الكلام ده، نادي الزمالك قادر ان هو يجاري الفرق وقادر ان هو ينافس وكمان في المركز الثاني. نادي الزمالك بعد فوزه على الكهرباء الاسماعيليه بقى في المركز الثاني متساوي مع بيراميدز ب 28 بونت من 14 مباراه، فارق بس عن سيراميكا باربعه بونت، والزمالك كمان ليه مباراه هو وبيراميدز طبعا اللي متساوي معاه في عدد النقاط. يمكن لو جينا بصينا على جدول ترتيب الدوري هتلاقي ان سيراميكا في المركز الاول 32 بونت من 15 مباراه، عندك الزمالك في المركز الثاني 28 بونت من 14 مباراه، بيراميدز الثالث 28 بونت من 14 مباراه برضه، الاهلي في المركز الرابع 27 بونت من 14 مباراه. عشان كده في بدايه الفيديو قلت لك ان الدوري لسه في الملعب، مفيش حد قريب من الدوري عن حد، كل الفرق متساوية في حظوظها في الحصول على بطولة الدوري الموسم ده. يمكن اللي نفسه طويل واللي هيكمل بنفس المستوى بنفس الريتم هو اللي هيقدر يحصد بطولة الدوري في النهاية، ولكن اللي يقول لك إن بطولة الدوري قريبة من حد أو قريبة من فلان ومن علان وبعيدة عن فلان وبعيدة عن علان، فأنت قول له لا أنت معلش كده اركن على جنب، أنت ما تعرفش أي حاجة. لأن بطولة الدوري أنت بتتكلم في فرق إيه؟ يعني الأهلي فرق عن بيراميدز والزمالك ببونت، الزمالك فرق عن سيراميكا هو وبيراميدز لو كسب المباراة المؤجلة، والأهلي نفس الكلام، الزمالك هيفرق عن سيراميكا ببونت برضه، والأهلي هيفرق ببونتين لو كسب المباراة المؤجلة ليه. فأنت بتتكلم إن الدنيا قريبة خالص، فرق بونت ولسه 12 جولة أصلا في بطولة الدوري. فأنت يا معلم دوري إيه اللي بتتكلم في حسمه أصلا دلوقتي، ودوري إيه اللي أنت بتتكلم مين يحسمه ومين ما يحسموش؟ لسه الدنيا طويلة ولسه المشوار طويل ولسه في مباريات كتيرة جدا، فما تقدرش إن أنت تتكلم في بطولة حسم دوري اطلاقا في الوقت الحالي. يمكن ان انا مش كنت عايزه يحصل ان نادي الزمالك يتقدم عليا في بطوله الدوري ويبقى في المركز الثاني وانا في المركز الرابع، بناء على ايه يعني؟ رغم كل المشاكل اللي عند نادي الزمالك دي، نادي الزمالك يبقى مركز ثاني وانا مركز رابع رغم كل الصفقات اللي انا بعملها والاستقرار الاداري والاستقرار الفني ومدير فني اجنبي وكل الكلام ده. وعلى الناحيه الثانيه نادي الزمالك مع كل المشاكل اللي عنده وتغيير مديرين فنيين ومدير فني مؤقت ومشاكل لعيبه وايقافات قيد ومستحقات مش موجوده ومفيش فلوس اصلا عشان تدي اللعيبه مستحقات عشان خاطر ان هي تلعب معاك، رغم كل ده ان نادي الزمالك يكون موجود في المنافسه. فبصراحه شابوه لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني بتاع نادي الزمالك. المطلوب بقى من لعيبتنا ايه الفتره الجايه؟ اللي هي التركيز، تركيز التركيز، وان انت تبذل اقصى جهد ليك مع الفرقه في الفتره الجايه، والمدير الفني لازم ان هو يركز ولازم ان هو يحط النقط على الحروف ويعرف هو ماشي ازاي ويحدد مصيرنا ايه الموسم ده. فرساله بقى احب اوجهها لعيبه النادي الاهلي، يعني عيب في حقكم وعيب في حق الملايين اللي انتوا بتاخدوها. الوضع اللي حاصل حاليا ان نادي الزمالك بالمشاكل اللي عنده يبقى مركز تاني وانتوا تكونوا مركز رابع. انا محتاج يا باشا ان انت تقدم لي 100% من مستواك في الفتره الجايه كلها، لان انت عندك 6 مباريات في 20 يوم في الفترة الجاية، عندك 4 مباريات في بطولة الدوري وعندك مباراتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا. لا الدوري هيتحمل نزيف نقط ولا دوري الأبطال هيتحمل إن أنت تخسر فيه نقط، لأن أنت محتاج مكسب في مباراة عشان خاطر تصعد وتصعد أول عشان ترتاح في المواجهة اللي بعد كده بعد ما تصعد ان شاء الله. يعني انت بتتكلم سريعا كده، الاهلي عنده شبيبه القبائل يوم السبت يوم 7/2، عندك بعد كده الاسماعيلي هتلعب يوم الاربع يوم 11/2، وبعد كده هتقابل الجيش الملكي برضه في القاهره يوم 15/2، وبعد كده الجونه الخميس 19/2، وبعد كده سموحه الاثنين 23/2، وبعد كده زد يوم السبت 28/2. هي مباريات كلها صعبه على النادي الاهلي في الفتره الجايه، وفي ظل كمان ان انت اصلا مستواك متذبذب، فالمباراه او المباريات هتزداد صعوبه علينا كمان. يمكن املنا وطموحاتنا في بدايه الموسم كانت غير كده خالص، انت بتتكلم ان احنا كنا بنقول احنا هندخل يا باشا نكسب الاخضر واليابس وهناخد كل البطولات وكل الكلام ده، بس ده ما حصلش، الامور عماله تتصعب. يمكن دوري الابطال انت خلاص يمكن بنسبه كبيره هتحسم الصعود بتاعك في مباراه من المباراتين الجايين اللي هم اخر مباراتين في دور المجموعات، ولكن في بطولة الدوري انت عندك منافسة شرسة جدا مع الفرق، سواء بيراميدز سواء الزمالك سواء سيراميكا. فانت عندك 3 فرق بتنافس على بطولة الدوري السنة دي، فالموضوع صعب، واللي نفسه طويل زي ما قلت قبل كده هو اللي هيكمل وهو اللي هيقدر يحسم البطولة في الآخر. ودايما النادي الأهلي بيكون نفسه طويل في بطولة الدوري. انا نادي الزمالك على عيني وعلى راسي ومقدر جدا اللي هم بيعملوه الفترة دي من الفريق، بس انا ما اتوقعش ان نادي الزمالك هيبقى نفسه طويل في بطوله الدوري، لان بطوله الدوري عايزه نفس طويل. كسبت ماتشين وكسبتهم بشكل كويس، وكسبت واحد في دوري الابطال قدام المصري، وكسبت واحد في الدوري امام كهرباء الاسماعيليه،
بس كل ما بتدخل في مباريات وكل ما بتزداد الصعوبة في المباريات، هتلاقي نادي الزمالك بيفقد نقط، وهتلاقي نادي الزمالك بيفقد نقط كتير في الفترة الجاية. وسيراميكا هتوقع ان هي برضه هيحصل معاها نفس المشكلة، ولكن بيراميدز هيبقى منافس شرس على بطولة الدوري السنة دي. فانت لازم تستغل كل الفرص اللي هي بتتيح ليك ان انت تركب وان انت تبقى اول، لان الوضع مش هيتحمل ان احنا نخرج من بطولات تاني. انت عندك خرجت من بطولة كاس مصر وعندك خرجت من بطولة الرابطة، فانت ما عندكش غير بطولتين الموسم ده، هي بطولة الدوري وبطولة دوري الابطال. بطولة دوري الابطال طبعا لو خدتها هتجيب لك بعد كده السوبر الافريقي، هتدخلك بقى بعد كده في الانتر كونتيننتال. فانت لازم البطولتين تحققهم، مفيش نقاش في كده. فانا بقى اتمنى من طارق واتمنى من اللعيبه ان هم يقدموا لي ال 100% بتاعتهم في الفتره الجايه وفي المباريات الجايه، لان زي ما قلت لك المباريات كلها صعبه، مفيش مباراه سهله في الفتره الجايه. بتلعب كل 3 ايام مباراه، فالموضوع صعب، الموضوع مرهق انا عارف. بس دي مشكلتك كمدير فني، ان انت ما جهزتش لعيبتك كلها عشان وقت ما تحتاج اي لعيب تلاقيه جاهز معاك وتلاقيه بيقدم لك زي اللعيب اللي موجود معاك في الملعب. لان انت لو جيت بصيت على سكواد النادي الاهلي حاليا هتلاقي اللعيب البديل زيه زي اللعيب الاساسي يعتبر، او اقل منه حاجه بسيطه. بس عندك اللعيب البديل مش جاهز، عشان كده بتشوف اداء سيء جدا من اللعيبه البديله في النادي الاهلي. ولو جيت بصيت كمان هتلاقي اصلا اللعيبه دي مش بديله. يعني انت مثلا لما تلعب بالمباراه اللي فاتت ببن شرقي وبن رمضان، ما الناس دي مش بديله يا جدعان، الناس دي المفروض يكون مكانها اساسي في التشكيله الاساسيه بتاعت النادي الاهلي. فكون ان هو ينزل او يبدا هو مباراه واللي بدأ المباراة اللي قبلها ما يبدأش، فلازم يقدم لي أحسن أصلا من اللي كان بيقدمه لي في المباراة اللي قبلها. فأنا محتاج من طرب إن هو يركز، محتاج من اللعيبة إنها تركز، محتاج ال 100% في المباريات الجاية، محتاج إن أنا أحسم كل المباريات الجاية، ما عنديش رفاهية في أي مباراة فيهم، وخصوصا في مباريات بطولة الدوري. محتاج إن أنا أجمع أكبر عدد من النقط، بالذات في الشهر ده اللي هو اصلا في 4 مباريات في بطوله الدوري. 4 مباريات يعني انت بتتكلم 3 نقط في كل مباراه، انت عايز 12 بونت يا باشا تاخدهم وانت زي الباشا. وبعد كده بقى تشوف المنافسين بتوعك هيعملوا ايه. خلينا نتفرج ونشوف ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه، سواء في دوري ابطال افريقيا او في بطوله الدوري مع النادي الاهلي. المهم حاليا ان احنا نركز في مباراه شبيبه القبائل، لان هي المباراه الجايه يوم السبت ان شاء الله في الجزائر، واتمنى ان احنا نقدر ان احنا نحسم الصعود من المباراه دي. دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم على خير والسلام عليكم.